بصراحة بقى يا بنات، المصاريف بقت كتير، وكل أكلة ما بقاش فيها فعلا أي توفير. مخبيش عليكم، بفتح التلاجة كده لقيت كل طبق زي ما انتوا شايفين في حتة جبنة أنواع بقى مختلفة. وعايزة أقول لكم كانت قربت إن هي تنشف من التلاجة. ما هو كل واحد بقى بياكل اللي في مزاجه، اللي بياكل جبنة كده اللي هي القابلة للدهن كده في السندوتشات، واللي بياكل كده الجبنة الرومي المبشورة مع الطعمية، وكمان بقى الجبنة العلب اللي بياكلوها بالليل مع العنب. تعالوا بقى أقول لكم عملت بيهم إيه قبل ما كانوا ينشفوا معانا واضطر ان انا ارميهم. مفيش وقت ان احنا نضيع وقت ونرمي حاجه. يلا بينا ندخل، يلا بينا. جبت بقى البوله وابتديت طبعا زي ما انتم شايفين انزل جميع الجبن كده فيها، الجبنه الرومي المبشوره على الجبنه اللي هي قابله للدهن، وكمان كده ميكس الجبن، وكمان الجبنه اللي هي العلب. هنا بقى رحت حطاهم وحط عليهم كده بيضه بالشكل ده، وحطيت كمان رشه من الفلفل الاسود علشان طبعا طعم او الزفاره بتاعه البيض ما تبانش معانا في الجبنه. البيضه هنا هتمسك لي بقى الجبن كده كلها وتخليها تبقى طريه معايا، علشان طبعا زي ما انتوا شفتوا لو كانت في حاجه من الجبن ناشفه معانا. وبعد بقى ما قلبتها كويس جدا، جبت بقى لفه من الجلاش، وجبت طبق كده صغير عندي او بوله كده صغيره. ابتديت بقى اجيب كده ورقه واحده من الجلاش، ببتدي ان انا اطبقها واحطها كده في النص، وابتدي اجيب بقى الحشوه بتاعتنا واحطها كده في التجويفه بتاعه الطبق بالشكل ده، وهبتدي بقى اقفل عليها كده الجلاش بالشكل ده وورقه الجلاش بالشكل ده. هقفلها بقى واكون جايبه صينيه عندي كنت دهناها زبده او سمنه زي ما انت حابه. ابدأي بقى كده امسكي الطبق واقلبيه بالشكل ده. بصي هتلاقيه بقى، بصي خرج معاكي بالشكل الجميل ده. بجد خطيره جدا يا جماعه، وسهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. هنا بقى كنت خدت الورقه وطبقتها لاربع الترباع، بصوا بالشكل ده، فبقت معايا اسهل، وكمان طلعت شكلها كمان حلو جدا. فزي ما بقول لكم كده امسكوا الورقه طبقوها نصين، وبعد كده طبقوها ربع تاني، وابتدوا ان انتوا تحطوها في قلب البوله بتاعتكم او في قلب الطبق الصغير بتاعكم، وابتدوا ان انتوا قفلوها بكل سهوله كده واضغطوا عليها كويس، هتضغط معاكم وهتطلع بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا تقدري تستخدمي اي بوله عندك، ممكن مقاس اكبر، بس عايزه اقول لكم كل ما بتبقى صغيره كل ما بتبقى احلى وبيبقى طعمها طالع حلو. بكمل بقى بقيه الكميه بالشكل ده لحد ما بخلص عندي. بصوا شكلها حلو قوي وبتبقى شكلها مختلف. دي بقى بقيه الجبنه اللي عندي اللي فاضت، هبتدي بقى اعمل ايه، هحط عليها ربع كوبايه كده صغيره من اللبن، وعليها كمان معلقتين كبار من الزبده، وهبتدي ان انا اقلبهم بقى كويس جدا علشان انا عايزه الخليط ده يبقى سايل معايا، واضربه كده كويس في بعض عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. وابتدي ان انا اصبه بقى كده على الجلاش بتاعنا. بصوا بقى الجمال والحلاوه خطيره بقى، هتديله طعم وتوريقه حلوه جدا جدا للجلاش زي ما انتوا هتشوفوا معايا في اخر الفيديو. يا ريت بقى يا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو بتاعنا، وتقولوا لي رايكم ايه. هنا بقى كان عندي برضو شويه زيتون كده فاضلين، رحت حطاهم كده بالشكل ده، هيدوا بقى شكل حلو وكمان هيدوا طعم حلو جدا. شغلت بقى الفرن ورحت بقى رايحه مدخلاها الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. قعدت معانا بالظبط ربع ساعه من تحت، وولعت عليها الشوايه دوبك 5 دقايق، حمر بس الوش وتطلع بقى بالشكل والجمال ده جدا، وسهله وبسيطه وسريعه. من بواقي اللبن اللي عندك بدل ما تنشف، لا استغليها واعمليها، ممكن تاكلوها في الفطار او في الغداء او في العشاء، كمان ممكن ياخدوها معاهم في المدرسه في اللانش بوكس كده، هتبقى حلوه جدا وهيبقى طعمها حلو جدا جدا. وهنا بقى كنت بقطع لكم كده واحده علشان اوريها لكم واوريكم قد ايه شكلها حلو جدا، وبجد طعمها كان حلو قوي وخطير، عجبتهم جدا جدا، اتبسطوا وانا كمان اتبسطت ان انا ما رميتش الجبنه، لان كانت الجبنه ناشفه وما كانتش يعني بعضها ما كانش هينفع تاني. فعايزه اقول لكم الوصفه دي والطريقه دي حلوه قوي قوي قوي. يا ريت ما نرميش حاجه، ويا ريت نستغل كل حاجه. كنت معاكم مي امين، استنوني حبايبي في وصفات تانية جايه كتير.